مبدئيا كده لازم كلنا نقوم نصلي ركعتين شكر لله ان روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر اخترق قوانين الطبيعه وساب عمر جابر وما خدوش في قائمه المنتخب الوطني المصري. لاول مره من فتره طويله عمر جابر خارج قائمه المنتخب الوطني المصري لاي مباراه سواء رسميه او وديه. اختار روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر 25 لاعب عشان ينضموا لقائمه منتخب مصر استعدادا لمعسكر الامارات، واللي هيكون في مباراتين في منتهى الاهميه، مباراتين وديتين لكن مباراتين قويتين. المباراه الاولى هتكون يوم الخميس القادم 12 اكتوبر وهتكون امام منتخب زامبيا، والمباراه الثانيه بعديها باربع ايام يوم 16 اكتوبر وهتكون امام المنتخب الجزائري القوي، وهتكون فعلا مباراه قويه. قائمه متوازنه واستدعى فيها فيتوريا معظم اللاعبين المهمين سواء في الدوري المصري او المحترفين. في حراسه المرمى استدعى محمد الشناوي ومحمد صبحي وابو جبل. في خط الدفاع ناحيه اليمين استدعى محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد، ناحيه الشمال احمد فتوح ومحمد حمدي. في القلب او في مركز قلب الدفاع اربع لاعبين: محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وعلي جبر واحمد سامي. اما في نص الملعب وعلى مستوى الدايره تم استدعاء طارق حامد، مروان عطيه، النني، حمدي فتحي، امام عاشور وزيزو ومحمود حماده. اما في التلت الامامي وعلى مستوى الاجنحه فتم استدعاء صلاح ومصطفى فتحي وتريزيجيه ومرموش وحسين الشحات. وفي مركز راس الحربه مصطفى محمد ومروان حمدي. دي كانت قائمه منتخب مصر المستدعاه لمعسكر الامارات. بالتوفيق للمنتخب المصري ان شاء الله. ما تنساش لايك للفيديو ده ومتابعه. نشوف حضراتكم على خير.